علشان كده يا ريت نبتدي اسبوع الآلام من دلوقتي، بنستعد وبنجهز نفسينا. نمرة 1، ابتدي بتوبة حقيقية. إن كنا طول الصوم إحنا بنتوب، فأنا في الأسبوع ده التوبة مضاعفة، من أقل حاجة، من أصغر حاجة، من شبه الشر مش من الشر. أقدس قلبي جدا، وأقدس يومي جدا، وأقدس الأسبوع ده جدا 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 بتوبة من قلبي، مش بس عن الخطايا لكن كمان حتى عن شبه الخطية. لما يجيلي فكرة كده، لا 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 مش بتاعت أسبوع الآلام دي، مش وقتها خالص. لما يجيلي كده يعني أي تصرف ممكن الواحد يتصرفه رد فعل طبيعي، أقول لا، في أسبوع الآلام لازم ردودي ما تبقاش طبيعية، أنا لازم يكون رد فعلي مختلف. أنا مش عايزة أعيش زي ما كنت عايشة. ساعدني يا رب الأسبوع ده أتقدس فيه بتوبة حقيقية. نمرة 2، ندخل أسبوع الآلام باشتياق قلب. يعني الآباء يقولوا دايما كده، النعمة تيجي بحاجتين، تيجي بطلب مستمر، واحد باستمرار بيطلب، واشتياقات قلب. قلبي مشتاق وبيطلب. هي دي اللي قالها رب المجد يسوع بقى، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. وادى المثل بتاع قاضي الظلم والست اللي كانت لها القضية، والراجل التاني اللي جاله صاحبه عشان خاطر قال له عندي ضيف، وقعد يدي أمثلة كتير عشان يقول يا جماعة محدش هيعرف ياخد إلا اللي جاي وعايز باشتياق. أنا ليا طلبة باشتياق قلب. وده اللي احنا كنا بنصليه في أول حد في حد الكنوز، حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. طب وأنا في كنز تاني بقى غير الصليب؟ في أكتر من كده؟ أبقى أنا عايز تاني؟ لا، ده أنا عايز أدخل الأسبوع ده يا رب معاك بجد، وأقول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. عايز أدخل الأسبوع ده وأقول مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. ودي مش هتيجي بالكلام، مش هتيجي لما أفضل قاعد كده جوه الكنيسة كده زي أخطيت، يعني أبقى زي الكرسي اللي قاعد عليه، قاعد بس عمال أسمع لكن مش بتفاعل. ودي النقطة التانية.